شايفاكي اللي عمالة تستخدمي مقشرات عمال على بطال وفاكرة انك كده بتفتحي اثار الحبوب اسرع. غلطانة، بالعكس انت كده هتعجزي اسرع، ودي هتكون اهم نصيحة في السنة الجديدة، وده بارت 11. في مقولة بتقول thicker skin tends to wrinkles less. بشرة السميكة بتتعرض للتجاعيد والخطوط بشكل اقل بكتير من البشرة. استخدام المقشرات والكورتيزون والحاجات دي كلها بقت رقيقة جدا، فدي بتعجز قبل البشرة السميكة. فانت عمالة تستخدمي مقشرات عمال على بطال، ريتينول، ساليسيليك اسيد، احماض، دي منتجات تفتيح، في عليهم كورتيزون كمان، الفيسيكورت بعد كل جلسه ليزر وبعد الريموفال والحاجات دي كلها. والله بشرتك هترق وهتعجزي بدري. شوفوا انا قد ايه بنصح باستخدام المقشرات، ولكن لو مش هتستخدميها بوعي انا بقولك اهو اوعي تستخدميها. المقشرات ماكسيمم مرتين في الاسبوع، ولو بشرتك حساسه هي مره واحده بس في الاسبوع. هتثبتي يوم تستخدمي فيه المقشر لوحده، بلاش ريتينول معاه، بلاش فيتامين سي معاه، بلاش حتى الغسول اللي فيه ساليسيليك اسيد في نفس اليوم. رطبي كويس قوي مرتين في اليوم. ترطيب من اهم الحاجات اللي هيحمي بشرتك من الالتهاب. صن بلوك، اوعي تنسي الصن بلوك او تهملي الخطوه دي لو انت بتستخدمي مقشرات. خدي بالك من صحه بشرتك، لقيتيها ملتهبه، لقيتي فيها احمرار، لقيتي حرقان، وقفي مقشرات خالص، وقفي ريتينويدز، وقفي اي حاجه ممكن تعمل لك التهاب، وريحي بشرتك ارجوكي. اكتفي بس بالروتين المينيمم، رطب، غسول جنتل، صن بلوك، بس لغايه ما بشرتك تتعافى وتبقى كويسه. وابدأي دخلي المقشرات بالتدريج. انت مش داخله حرب مع بشرتك. وعلى فكره استخدامك الكتير قوي منتجات التفتيح والمقشرات والحاجات دي كلها مش هيفتحك بسرعه، بالعكس مش بكتر المنتجات خالص يا جماعه. والله اهم حاجه توظفيها صح.